بمقطع اليوم رح نحكي عن وحدة من أبشع الجرائم اللي صارت بتركيا لمقتل طفلة سورية، وهي الجريمة خلت الشعب السوري والتركي يطلعوا مظاهرات يطالبوا بإنزال أقصى العقوبات على المجرم. شو القصة وكيف بلشت؟ هي الطفلة اللي قدامكن اسمها غينا مرجمك، عمرها 9 سنين وساكنة مع أهلها بمنطقة كلس بتركيا، ومثلها مثل أي طفلة صغيرة مسجلة بالمدرسة بتروح على المدرسة عادة، ولكن لما كانت تخلص المدرسة ما بترجع بس على بيتهم، كانت أحيانا بترجع على بيتهم وأحيانا بتروح لعند بيت عمها أو بيت خالها اللي ساكنين بنفس المنطقة. وبتاريخ 5 إبريل 2023 الطفلة غينا راحت للمدرسة ولكن ما رجعت، وبعد ما الأهل لاحظوا اختفاء غينا أول شي عملوه إنه راحوا يشوفوا إذا كانت موجودة عند خالة أو عند عمها، ولكن الصدمة إنه ما كانت موجودة عند حدا منهم. راحوا على المدرسة تبعيتها ليشوفوا إذا هي كانت هنيك عم تلعب مع رفقاتها مثلا أو شيء، وسألوا كل الجيران إذا حدا شافها، ولكن الكل كان جوابه إنه ما حدا شافها وما بيعرفوا وين هي. الأهل ضلوا عم يدوروا على الطفلة غينا من أول ما اختفت لأذان العشاء، وبسبب إنه ما كان في أي نتيجة لهذا البحث قرروا الأهل إنهم يخبروا الشرطة، وفعلا هذا اللي عملوه. والحلو بالموضوع انه الشرطة دغري بلشت البحث عن هاي الطفلة، وطبعا الاهل كمان صاروا ينشروا صور للطفلة غينا ويسألوا اذا حدا شافها او بيعرف عنها شيء، وصاروا يورجوا صور غينا للعالم بالشارع ويسألوهم عنها. كانوا الاهل عم يعملوا اي طريقة لحتى يلاقوا بنتهم غينا او يعرفوا عنها اي معلومة، وكل هذا البحث ما كان في منه اي نتيجة. وبعد يومين من البحث هذا الشرطة اتصلت بالاهل وقالت لهم الشرطة انه بعد بحث كتير رصدوا الطفلة غينا بكاميرا مراقبة كانت عم تدخل على الحي تبعهم، الحي اللي هن ساكنين فيه، ومن بعدها الطفلة غينا اختفت. وهذا بيعني انه هي راجعة على البيت لما دخلت على الحي تبعهم في شيء صار معها. واللي عملته الشرطة انه سألت الاب انه في عندك عداوات مع اي حدا او بتشك كمان باي حدا او صار معك موقف غريب، وكان جواب الاب نعم في واحد بشك فيه لانه صار معه موقف غريب. والموقف هو انه لما الطفلة غينا كانت مختفية وكانوا الاهل عم يدوروا عليها، في شخص بالحي تبعهم اسمه حسين كان عنده محل ورد، وطبعا هذا الشخص من تركيا. فلما فات ابوه وامه لغينا على عند هذا الشخص وسألوه عن الطفل غينا قال لهم انه ما بيعرف شيء عنها، ولكن كان عم يحكي بتوتر ومبين انه بيعرف شيء ومخبيه. وفعلا الشرطة بلشت تتحقق معه ولكن كان عم ينكر كل شيء، فقررت الشرطة ان تفتش البيت تبعه، وفعلا فتشوا البيت كامل وما كان في اي دليل بخليهم يشكوا بالموضوع. وطبعا ببيته الحسين في جنينة، وهي الجنينة فيها بير وغمق هذا البير 12 متر، فقررت الشرطة أن تسحب كل المي الموجود بالبير ويشوفوا إذا في شيء تحت، وفعلا ظهر معهم شيء غريب. والشرطة نزلوا على البير ليشوفوا شو هذا الشيء الغريب، والصدمة إنه كانت هاي جثة غينا وكانت مربوطة بحبل برقبتها ومربوط هذا الحبل بكيس فحم. وطبعا هاي العملية لحتى تضل جثة غينا غرقانة بالبير وما تفوش لفوق. الشرطة دغري ألقت القبض على حسين وأرسلوا جثة غينا للطب الشرعي، والتقارير اللي ظهرت بالطب الشرعي كانت مخيفة. قالت تقارير الطب الشرعي انه اسنانها للطفل غينا كانت مكسرة ووجهها كان مورم من التعذيب والضرب، والابشع من كل هذا انه كان معتدي عليها. متخيل معي بشاعة الموضوع؟ يعني شو ممكن تكون عاملة معه هاي الطفلة لحتى يكون في بقلبه كل هذا الحقد؟ وطبعا سبب الوفاة كان الخنق، كان خنيقة لدرجة انه ايديه لساتهم معلمين على رقبته. وطلعوا كتير عالم بالجنازة تبعيت الطفل غينا وكانوا الأهل عم يطالبوا أنهم يعاقبوا المجرم بالقصاص. يا أرحم الراحمين، اللهم صبرهم على فراقها يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها مع الأنبياء والصديقين والأولياء والصالحين. هذا طلبنا، هذا طلبنا، بدنا نحن حقوق الطفل بس نادي فيه الدول بدنا حقوق الطفل تقبل هيك في ذنب الدفء بالطب الجن قتل. وطبعا الشعب التركي والسوري بلشوا يطلعوا مظاهرات ويطالبوا بحق
الطفل غنى. وطبعا الشرطة وهي عم تحقق مع حسين قال انه ما هو اللي ارتكب الجريمة، في واحد اسمه عز الدين هو اللي ارتكب الجريمة. ولما ألقوا القبض على عز الدين وحققوا معه، كمان عز الدين صار يقول انا ما ارتكبت الجريمة وحسين هو اللي ارتكب الجريمة، وصار كل واحد منهم يتهم الثاني بالجريمة. وطبعا اثناء محاكمة عز الدين وحسين اجوا كتير عالم وصحفيين وحتى اجوا جمعيات لحقوق الطفل، وبالاخير انحكم على المجرم حسين بالمؤبد مع الاشغال الشاقة. وطبعا فوق هذا الحكم انحكم كمان 42 سنة سجن. والشخص اللي اسمه عز الدين طلع براءة بسبب انه ما في اي دليل بيثبت انه هو كان مشارك بالجريمة. وطبعا الاهل طعنوا بالحكم لانه كانوا متأكدين انه عز الدين له علاقة بهي الجريمة، ولكن بدون اي نتيجة، وانحكم على عز الدين بالبراءة. وبس هاي كانت القصة لليوم. اذا عجبتك طريقة سردي للقصص بتمنى انك تشترك بالقناة وتضغط على زر الاعجاب وتكتب لي تعليق محفز وتعطيني رأيك بالقصة، أو إذا عندك أي ملاحظات كمان اكتبها إلي بالتعليقات. وطبعا تعليقك رح يساعدني كتير. وبس شكرا للمشاهدة.